خليني اقول لك ان دول اكتر 3 اجهزه مسيطرين على الفئه الاقتصاديه، السامسونج الاي 15 والريدمي 13 سي وكمان البوكو سي 65. واسمح لي اقول لك ان فكره ان شاومي هو البراند اللي بيقدم اعلى قيمه مقابل السعر، فالصراحه ده مبدا هنتخلى عنه تماما مع الاجهزه دي، لان سامسونج صراحه مسعره الاي 15 بشكل عنيف جدا، بيخلي اي حد بيفكر يشتري جهاز في الفئه الاقتصاديه يفكر مليون مره قبل ما يشتري جهاز غير السامسونج الاي 15. فخلينا نخش في المقارنه واقول لك ازاي سامسونج عملت ده وانهي جهاز من الاجهزه دول هو اللي هيكسب في المقارنه دي. فبدون اي تاخير خلينا نبدا. السلام عليكم واهلا بيكم في اهم فيديو ممكن حد يحتاجه لو هيشتري موبايل في الفئه الاقتصاديه. ولكن قبل ما نبدا، لو انت ما بتعرفنيش فانا محمد الخياط، راجعت اكتر من 150 موبايل خلال اخر 8 سنين حتى من قبل ما اعمل القناه، فتقدر تشترك على القناه بتاعتي وتفعل زرار الجرس عشان تتابع الفيديوهات الجديده اول ما تنزل. وطبعا ما تنساش تعمل لايك على الفيديو علشان بيساعد، وتقدر تتابعني على مواقع التواصل الاجتماعي كلها، هتلاقي اللينكات موجوده في وصف الفيديو. وكمان تقدر من خلال التفاعل بتاعك على الفيديو ده انك تتبرع بشكل اكبر لاخواتنا في غزه. لو انت مش عارف الموضوع ده فانا شرحته في فيديو مخصوص هتلاقيه موجود في الوصف بتاع الفيديو. اما دلوقتي بقى خلينا نرجع للمقارنه بتاعتنا. مبدئيا كده في الاول خلينا اقول لك ان الريدمي 13 سي والبوكو سي 65 الجهازين دول هم بالظبط نفس الجهاز، مع ان شاومي بتبيعهم باسعار مختلفه. ولو انت كنت محتار بين الاثنين دول فانا شرحت في الفيديو ازاي ممكن تفاضل ما بينهم، مع انهم نظريا نفس الجهاز ومش دايما الارخص هو اللي بيكسب. ولكن ما علينا، بما ان الجهازين دول هما بالظبط نفس الجهاز فخلينا نعتبر ان الريدمي 13 سي هو اللي هيمثل نفسه ويمثل البوكو السي 65 في مقابل مقارنته مع السامسونج الاي 15. ومبدئيا كده لغه التصميم في كلا الجهازين مقاربه جدا، الجهازين الظهر بتاعهم فلات والفريم بتاعهم فلات، ولكن الصراحه الظهر بتاع السامسونج انا حاسه اشيك شويه بسبب اللمعه وانعكاس الاضاءه عليه. كمان تصميم الكاميرات في الجهازين مختلف شويه، في السامسونج كل كاميرا ليها فريم مختلف، ولكن في الشاومي هتلاقي الكاميرا الاساسيه ليها فريم لوحده والكاميرتين التانيين ليهم فريم الاثنين مع بعض. على اي حال الفريم بتاع الجهاز نفسه هتلاقي فيه المنافذ المعتاده بما فيها منفذ 3.5 مللي اللي موجود في الجهازين، وكمان هتلاقي البصمه اللي مدمجه في زرار الباور في كلا الاثنين وسرعتها كانت كويسه جدا في كلا الجهازين. واخيرا منفذ السماعه السبيكر الوحيده اللي موجوده في الجهازين من تحت، الصراحه صوتها كان اعلى واوضح وانقى بكتير في السامسونج الاي 15 عن الريدمي 13 سي، ففي النقطه دي يتفوق السامسونج. نيجي بقى للشاشه، والصراحه الموضوع هنا ما فيهوش نقاش، شاشه الاي 15 تتفوق بفرق ملحوظ عن شاشه الريدمي 13 سي. اي نعم شاشه الريدمي 13 سي اكبر شويه 6.7 بوصه في مقابل 6.5 للسامسونج، الا ان بخلاف كده شاشه السامسونج تتفوق في كل حاجه تاني. الحاجه الوحيده اللي متساويين فيها هي ريفريش ريت 90 هرتز في الجهازين، ولكن شاشه السامسونج هتتفوق ان الدقه بتاعتها فول اتش دي بلس مقابل اتش دي بلس في الريدمي. شاشه السامسونج هتتفوق كمان ان نوعها ايموليد في مقابل اي بي اس للشاومي. ده غير كمان ان السطوع بتاع شاشه السامسونج بيوصل لحد 800 نت او شمعه في مقابل 600 للشاومي. فحقيقي بخلاف الحجم الاكبر في الشاومي الا ان باقي الجوانب كلها هتكون في صالح شاشه السامسونج، خصوصا ان الشاشه دي الزوايا الرؤيه بتاعتها افضل بكتير، وده مخلي تجربه الجهاز احسن لما تبص للتجربه مقارنه مع الشاشه اللي في الريدمي. وده هياخدنا للنقطه اللي بعدها وهي المواصفات الداخليه في كلا الجهازين. السامسونج جايبه معالج ميديا تك هيليو جي 99 اللي مصنوع بدقه 6 نانو، في مقابل الميديا تك هيليو جي 85 اللي مصنوع بدقه 12 نانو اللي موجود في الشاومي. الرامات بتاعت الجهاز جايه من نوع LPDDR4X في الاثنين، وجايه بحجم مختلف 4 او 6 او 8 جيجا بايت رام، والذاكره الداخليه اللي موجوده في الجهازين جايه في السامسونج من نوع UFS في مقابل eMMC ال 5.1 اللي تعتبر ابطا بكتير من اليو اف اس اللي موجوده في السامسونج. والحقيقه نوع الذاكره الاسرع في السامسونج مع المعالج الاحسن اللي فيه ده مخلي تجربه الاداء افضل بكتير من اللي موجوده في الشاومي. وحتى لما جيت قارنت السامسونج اللي جايب 6 جيجا بايت رام مع البوكو ال 8 جيجا بايت رام اللي هو تقريبا نفس مواصفات الريدمي ال 13 سي، الجهازين دول في تجربه الاداء السامسونج كان بيتفوق وبيحتفظ التطبيقات بشكل تقريبا متقارب او متشابه واحيانا احسن من اللي موجود في البوكو سي 65. فالصراحه المواصفات هيتفوق بيها السامسونج بدون نقاش. وده هينقلنا لحاجه تاني مهمه وهي تجربه الواجهه على كلا الجهازين. وصراحه التجربه هنا الفرق ما بين السماء والارض. الاي 15 جاي بواجهه سامسونج الوان يو اي 6 اللي جايه تقريبا بنسخه شبه كامله في مقابل الميو اي 14 اللي جايه على الشاومي. وصراحه الواجهه بتاعت شاومي هنا في ذمه الله، والواجهه هنا قولا واحدا هتكون لصالح السامسونج الاي 15 لان الواجهه اسلس بشكل ملحوظ وفيها مميزات اكتر بكتير من اللي موجوده في واجهه الشاومي، زي ميزه السبليت سكرين وميزه الفلوتنج ويندو والسمارت سايد بار. ده غير ان الواجهه فيها حاجات كتير ممكن تخصصها
بسرعه اكتر بكتير من اللي موجوده مع الريدمي 13 سي. فبالتالي الحته دي هيتفوق فيها السامسونج الاي 15 بدون نقاش عن الريدمي 13 سي. ولكن لو جينا نتكلم عن البطاريه فهنا ترجع المنافسه تشتد ما بين الجهازين. كلا جهازين هنا جايين بنفس حجم البطاريه ال 5000 ملي امبير واللي بتقعد تقريبا في حدود 8 ساعات من وقت عمل الشاشه في كلا الجهازين. ولكن مع السامسونج لو انت غمقت الشاشه او لو انت استخدمت دارك مود البطاريه ممكن تقعد معاك فتره اطول شويه من اللي موجوده مع الريدمي 13 سي. اما بخصوص سرعه الشحن فالسامسونج بيدعم 25 واط اما الشاومي بيدعم لحد 18 واط. وللاسف السامسونج مش بيجي معاه شاحن في العلبه لكن شاومي بتحط شاحن 10 واط في العلبه. فموضوع الشحن يعني سامسونج تتفوق بالسرعه في مقابل شاومي تتفوق انها حاطه شاحن 10 واط، اي نعم مش 18 ولكن برضه الحته دي تحسب لها. فاجمالا موضوع البطاريه يعتبر متقارب جدا في كلا الجهازين. وقبل ما نخش على تجربه الكاميرات لان الصراحه دي فيها مفاجات قويه، خليني اقول لك ان تجربه الشبكات على الجهازين كانت كويسه بشكل عام. الجهازين بياخدوا خطين ولكن السامسونج المنفذ اللي فيه هايبرد بياخد خطين او خط وكارت ميموري في مقابل ان الشاومي بياخد خطين وكارت ميموري في نفس الوقت. لكن تجربه المكالمات هتبقى افضل شويه مع السامسونج وده راجع لان السامسونج هنا فيه مايك ثاني لعزل الضوضاء ده مش موجود اصلا مع الشاومي، مع ان الجهازين للاسف بيفتقدوا لوجود مستشعر تقارب. فالجهازين هنا فيهم فيرتشوال بروكسيميتي سنسور او مستشعر تقارب افتراضي بيشتغل عن طريق السوفت وير، والصراحه اداؤه مش حلو في الجهازين ولكن في السامسونج ممكن يكون احسن شويه. ولكن اجمالا تجربه المستشعر التقارب الحقيقي لو كان موجود كانت هتودي الجهازين في حته ثانيه. وعلى ذكر سيره المكالمات فصوت سماعه المكالمات في السامسونج اعلى واوضح من الشاومي، وكمان سامسونج بتسمح لك ان انت تسجل المكالمات من غير اعلام الطرف الاخر بعكس التسجيل الموجود في الريدمي اللي لازم يعلم الطرف الاخر بتسجيل المكالمه. اما دلوقتي بقى خلينا نخش على اخر حاجه في تجربه الجهازين الا وهي تجربه الكاميرات. كلا الجهازين فيهم 3 كاميرات خلفيه. في السامسونج عندك كاميرا اساسيه والترا وايد وماكرو، اما في الشاومي عندك كاميرا اساسيه وكاميرا ماكرو وكاميرا 8 من 100 ميجا بكسل خاصه بالعزل. وصراحه الكاميرتين التانيين ما لهمش لازمه في مقابل السامسونج الكاميرا الماكرو ملهاش لازمه قوي، فيعتبر عندك كاميرتين في السامسونج مقابل كاميرا واحده في الشاومي. وخلينا نبدا بالكاميرا الاساسيه على كلا الجهازين اللي جاب دقه 50 ميجا بكسل مع فتحه عدسه اف 1.8. الصبح النتيجه متقاربه جدا ولكن دايما معالجه الالوان والتفاصيل هتكون في صالح سامسونج بفرق بسيط. وضع بورتريه مقبول في الثلاث اجهزه ولكن مع السامسونج لو ملاحظ هتلاقي ان الديناميك رينج ومعالجه الالوان افضل خصوصا في السماء. بالليل بقى هتلاحظ ان السامسونج بيتفوق في التفاصيل والديناميك رينج، ولما تشغل الوضع الليلي هتلاقي ان الديناميك رينج بقى متقارب جدا ولكن تظل التفاصيل واللوك العام بتاع الصوره هتلاقيه دايما لصالح السامسونج. اما كاميرا السيلفي فجت دقه 13 ميجا بكسل في مقابل 8 للشاومي والبوكو، وهنا مفيش كلام يتقال التفاصيل افضل بكتير، معالجه الالوان احسن بكتير لصالح السامسونج بدون نقاش. ومع وضع البورتريه نفس الملاحظات تقريبا، وضيف عليها كمان ان اضاءه الخلفيه المعزوله هتلاقيها مظبوطه في السامسونج ولكن هتلاقيها فاتحه اكتر من اللازم مع اجهزه شاومي. بالليل بقى التفاصيل بتقل في الاجهزه كلها ولكن لا يزال سامسونج متفوق عن الباقي خصوصا لما تشغل الوضع الليلي هتلاقي ان الصوره في السامسونج بقت افضل بفرق ملحوظ. اما بخصوص تصوير الفيديو فاللي ملاحظه ان سامسونج الفيديو بتاعها التباين فيه اعلى شويه من الطبيعي، ولكن مع الكاميرا السيلفي هتلاقي ان جوده الفيديو بشكل عام افضل مع السامسونج. وده هياخدنا بقى للسؤال النهائي، تشتري انهي جهاز من الثلاثه دول؟ هل السامسونج الاي 15 ولا الريدمي 13 سي ولا البوكو سي 65؟ ولكن قبل ما اقول لك انهي جهاز تشتري منهم لازم تبقى عارف الاسعار بتاعتهم عامله ازاي. والحقيقه انك هتلاقي سعر سامسونج الاي 15 سعره اعلى من الشاومي والبوكو، فبالتالي انت لو هتجيب الاي 15 هتجيب اقل نسخه منه في مقابل اعلى نسخه من اجهزه شاومي، فبالتالي تختار ده ولا ده. والصراحه هنا انا هرشح لك تجيب جهاز سامسونج عن اجهزه شاومي حتى لو هتجيب اقل نسخه منه، وده راجع لمليون سبب. اولهم ان الشاشه اللي موجوده في السامسونج سوبر ايميرود دقتها اعلى وسطوحها احسن من اللي موجوده في الشاومي، اداء الكاميرات مع السامسونج احسن من الشاومي، اداء الواجهه كمان في السامسونج افضل واسلس بكتير من اجهزه شاومي، ده غير كمان ان المعالج والذاكره الداخليه اللي موجودين في السامسونج اسرع من اللي موجودين في الشاومي. ضيف على كده كمان ان السامسونج فيه مايك عزل ضوضاء وده مش موجود مع الشاومي، وضيف كمان ان السامسونج فيه كاميرا الترا وايد ودي اصلا مش موجوده في اجهزه شاومي. فانا شايف ان من المنطقي ان انت لو بتقارن ما بين اقل نسخه من الاي 15 مقابل اعلى نسخه من اجهزه شاومي الريدمي 13 سي والبوكو سي 65، فانا شايف ان السامسونج هتفوق بسبب الحاجات كتير اللي انا قلت عليها دي. اي نعم هتضحي شويه بان انت هتاخد رام اقل وذاكره داخليه اقل من النسخه اللي بنفس السعر لو هتشتري اجهزه شاومي، ولكن الصراحه التضحيه دي منطقيه جدا مقابل باقي المميزات اللي انا قلت عليها. فبالتالي من وجهه نظري لو انت هتقارن ما بين الثلاث اجهزه دول هقول لك اختار السامسونج، هيقدم لك قيمه وتجربه احسن بكتير مقابل الفلوس اللي انت هتدفعها. وبس كده، دي كانت وجهه نظري بخصوص تجربه الثلاث اجهزه دول. طبعا لو عندك اي تعليق او عندك اي سؤال اكتبه في التعليقات، وما تنساش تعمل لايك وكومنت وشير سبسكرايب، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد قريب جدا.